اربع اغاني، انت نفذت اربع اغاني فعلا. الاربع الاغاني التانيين هيبقى الالبوم 8 اغاني ولا 10 اغاني؟ هيبقى 10 اغاني. 10 اغاني ان شاء الله. طب ناوي تتعامل مع مين او اخترت لسه ولا ايه؟ والله انا طبعا زي ما قلنا انا الاربع الاولانيين دول انا خلاص الكاست اللي احنا قلنا عليه تمام. الاربعه التانيين ان شاء الله ناوي نشتغل مع استاذ ايمن بهجت قمر، وده بالنسبه، وهشتغل ان شاء الله مع محمد مصطفى الموزع. جميل. وان شاء الله مع لسه برضه لسه كويس يعني لسه ايه يعني دول يعني تقريبا ايمن بهجت قمر ومحمد مصطفى دول ممكن يكونوا ان شاء الله الاغنيه الخامسه باذن الله تعالى. طيب مين اول واحد سمع محمود وقال له انت بتغني حلو؟ والله الكلام ده من زمان قوي يا جاسر يعني. طب مين اللي مين اللي سمعك؟ طب مين بيساعدك؟ مين بيقف حتى لو مين سمعني؟ كان سمعني زمان كانت مدرسه عندي، كانت مدرسه الاذاعه المدرسيه. كانوا بيعملوا المسابقات اللي هي بتاعت اوائل الطلبه وكده، فكنت دايما بطلع معاهم يعني في ماده معينه. فكنت واقف بندن كده بالصدفه، فسمعت صوتي، قالت لي صوتك كويس، اشترك معانا في الاذاعه المدرسيه وكده. من يوميها بدات ان انا ايه اتكلم يعني في الحاجات دي. طيب انت هل دلوقتي ممكن تنزل تعمل حفلات تغني، ولا انت منتظر لما تخلص الالبوم؟ اتعرض عليا على فكره ان انا اعمل شغل في اكتر من حفله، يعني اتعرض عليا حوالي 4 حفلات او 5 حفلات. لكن انا رفضت ان انا اخرج دلوقتي. بأجر ولا بدون اجر؟ والله كان في باجر وكان في بدون اجر. يعني كان في المفروض حفله كانت تبقى في العيد الصغير اللي فات، كانت تبقى في بعض الاماكن بدون ذكر اسماء. بس انا رفضت ان انا اطلع، علشان انا عايز اطلع كبير. صح. فاهمني؟ يعني مثلا عشان اكون طالع في حفله اكون مثلا مصور مش اقل مثلا من 2 فيديو كليب او 3 فيديو كليب، يكون الالبوم بتاعي نزل السوق. طيب يعني انا ما بشبعش من صوتك يا محمود، واكيد الناس بتسمعنا برضو مش هتشبع من صوتك. نحب نسمع برضو حاجه ليك تانية. ليه تانية؟ لا حاجه منك من صوتك، يعني مش لازم، احنا قلنا مش هنسمع حاجه منك تاني خلاص. نسمع حاجه قديمه. اوكي. نسمع ايه؟ ممكن نقول مع بعض 3 سلامات. ماشي انت عايز. اوكي. طب انت عارف 3 سلامات مين بيغنيها؟ لا. اكيد طبعا عارف مين بيغنيها. مين بيغنيها؟ محمد قنديل طبعا. طب كلمات مين؟ نعم. طب البرنامج ده اسمه ايه؟ ايه؟ في اختبار ولا حاجه هنا؟ سمعنا. 3 سلامات يا وحشني، 3 أيام، 3 سلامات يا وحشني، 3 أيام، بإيدي سلام وبعيني سلام، بإيدي سلام وبعيني سلام وبقلبي سلام. خلاص. جميل جدا يا محمود. يعني هي الاغنيه خلصت كده؟ ما مش عايزين نطول على الناس يعني. طيب محمود عياد خلاص بينفذ اغاني، وفعلا نفذ وخلاص فعلا بدأ يصور، وخلاص قرر ان هو باذن الله ياخد التجربه وينفذ ألبوم وينزل السوق. اخترت الشركه اللي هتنزل معاها ولا لسه؟ ان شاء الله. وفي ان شاء الله. طب احنا عارفين ان انت هتنتج، انت اللي هتنتج لنفسك. في زي بروتوكول تسويق ان شاء الله. ممكن خلال الشهر الجاي او ان شاء الله بدايه السنه الجديده في اول واحد كده كن وقعت البروتوكول مع شركه مزيكا ان شاء الله. يعني انا قريت قبل كده اخبار عن موضوع الالبوم. انا سمعت ان انت الالبوم بتاعك كالصيف 2011 ان شاء الله باذن الله. انت مجهز نفسك للصيف باذن الله تعالى، وعامل اغاني للصيف ان شاء الله. طيب بعد الالبوم ايه من ناحيه ايه بالظبط؟ شايف نفسك ايه؟ هتبدا تنفذ ايه؟ هل هتبدا تستنى تشوف هيجي لك حفلات؟ هتحقق نجاح؟ ما هو بص انت ممكن تعمل شغل حلو جدا. بص يا جاسر انا اقول لك على حاجه. موضوع ان انا احقق نجاح ده دي حاجه طبعا في علم الغيب، دي بتاعه ربنا.
هو انا ما ينفعش ان انا اقول كده. بس انت عامل بلان وعامل دراسه وعامل خطه ان شاء الله باذن الله احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، والجمهور والناس هي اللي تحدد اذا كنت انا اصلح انت او لما اصلح. ما هو في ناس كتير تصلح وتغني حلو جدا. اوكي، ما قلناش حاجه، نصيب. ما قلناش حاجه، بس الجمهور برضو اللي يحدد. طيب طبعا انا واثق في نفسي. طب محمود، لو انا طبعا مش بقول حاجه ان انا بحبطك كده، انا بس بدردش معاك كده، عايز اوصل، انا عايز اعرف محمود بعد كده لما اتحط قدام اي حاجه صعبه هيعمل ايه؟ يعني محمود هل لو ما حققش نجاح من الالبوم الاول هل هيكمل؟ هكمل. هتكمل وهتعمل اغاني تاني وهعمل وتصور تاني وتصرف تاني عشان تحقق؟ انت عايز اشوف ايه الاخطاء اللي حصلت في الالبوم الاولاني ما اكررهاش في الالبوم التاني. انت عايز تحقق نجاح، يعني انت ان شاء الله لازم توصل للي انت عايزه باذن الله تعالى. ربنا يوفقك يا محمود. يا جاسر لذوقك حبيبي. انت غنى، طب احنا قلنا خريج حقوق وبتشتغل في المقاولات والعقارات وبتغني، هيبقى في تمثيل؟ اكيد. يعني انت برضو عايز تمثل؟ اكيد ان شاء الله. هتنتج انت برضو؟ لا. انتاج الالبوم اسهل من انتاج بكتير طبعا، ما فيش مقارنه، يعني صفر على الشمال بالنسبه للانتاج السينمائي. انت يعني مش هتحاول حتى لو ما لقيتش فرصه تمثيل مش هتنتج؟ والله وانا مش هلاقي ان شاء الله لما الالبوم يحقق نجاح وان شاء الله الواحد يعني يعجب الناس. اكيد هيحصل كذا عرض ان شاء الله، واكتر من شركه هتقدم عروض باذن الله تعالى يعني. فاكيد ده هيحصل ان شاء الله باذن الله بعد النجاح ان شاء الله باذن الله. بس هحاول افكر يعني إيه؟ بعد النجاح ده هحاول افكر. طيب محمود، يعني انا اتكلمت عن المزيكا واتكلمت عن حياتك، كلمنا عن اصحابك. يعني ما كان المفروض ان كان في مدير اعمالك واخوك طارق عياد كان المفروض يكون متواجد معانا، وانا عارف ان انت حصلت عندك مشكله النهارده، كان في ضيوف عشان عيد وانت صممت ان انت تيجي برضه في الحلقه بتاعتنا. بالفعل انا والله النهارده كنت هعتذر لكن انا ما اقدرش يعني. طيب طارق بالنسبه لمحمود عياد؟ والله طارق وحسام. طارق وحسام صحاب. صحاب. انا اتقابلت مع طارق لما كنا بنشتغل مع بعض، يعني انا شفت طارق بيتعامل معاك ان انتوا مش اخوات خالص. حسام برضه نفس الوضع. حسام على الرغم ان انا بيني وبين حسام اخويا الكبير، يعني بيني وبينه حوالي نقول مثلا 15 سنه ولا حاجه. لكن احنا بنتعامل مع بعض اصحاب، ما بنتعاملش مع انا نعم. انا يعني 23 سنه. 23 سنه الا نص، يعني الا نص كمان يعني بسم الله ما شاء الله، يعني 22 سنه ونص. 22 سنه ونص وبسم الله ما شاء الله حققت نجاح في حاجات كتير. الحمد لله. ربنا هيكرمك باذن الله. ده فضل من عند ربنا وتوفيق من عنده الحمد لله. يعني طيب بص طيب محمود، انا عايز يعني نفسي انت عايز تهدي مين حاجه معينه؟ يعني انت عايز تغني لمين حاجه معينه دلوقتي؟ والله انا عايز اهدي اصحابي واخواتي واهل بيتي. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. عايز اهدي لهم اغنيه انا لك على طول لعبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ. طبعا نشكرك يا محمود في حلقه النهارده، وميرسي جدا لوجودك معايا. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا جاسر، والشعب المصري كله طيب وبخير. وان شاء الله انا عايز اقول للناس واقول لكل اللي بيشوفونا دلوقتي ان شاء الله ينتظروني على قناه مزيكا باذن الله. ان شاء الله من شهر 2 باذن الله تعالى تكون ان شاء الله اذاعه الكليب باذن الله. ربنا المستعان. ولسه معاكم هنسمع محمود عياد وانا لك على طول، وانتظرونا بعد انتهاء الفقره، ولسه معانا فقرات تانية في اليوم المفتوح. كنا محمود نسمع حاجه. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح من النوم. شكرا يا جاسر ليك ولأسرة البرنامج.
وان شاء الله نكون مع بعض باذن الله تعالى في قريب ان شاء الله يعني. ميرسي جدا يا محمود. ميرسي ليك يا بجد جاسر. انا مبسوط ان انا متواجد معاك النهارده واحنا مع بعض. شكرا لذوقك يا هنبقى مع جاسر. بعض في اعمال كتير باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك وبشكر اسره ميرسي البرنامج جدا. وشكرا ليكم وكل سنه وانتم طيبين. ميرسي جدا، ونخرج فاصل ونرجع تاني. لسه معانا فقرات تانية لسه في اليوم المفتوح في عيد الاضحى المبارك. ميرسي يا محمود. قناة الشباب أجمد قناة، تابعوها كل يوم. قناة الشباب فيها الجديد والحديث يوم بيوم. قناة الشباب أهم المواضيع فيها. قناة الشباب خلي عيونكم عليها.